اليوم سويت الحال الشعبي القديم أم علي بطريقة جديدة. أبيكم تنسون كل الطرق اللي سويتها معكم قبل وتعتمدون الطريقة هذه. سر هي بكرمة المكسرات، جوز، عين الجمل، وفستق، وكاجو. حطيت عليهم عسل ودخلتهم القلاية الهوائية. خليتهم تقريبا 8-10 دقائق على حرارة 180 درجة. شوفوا لي اللون، ما شاء الله تبارك الله، والريحة مرة شهية. وبعد ما طلعت من القلاية الهوائية فردت المكسرات على صينية مبطنة بورق الزبدة. أبيها تبرد وتطلع المكسرات مقرمشة. وعلى فكرة ترى المكسرات هذه تصلح سناك وتصلح تضيفون الجرانولا. شايفين شلون؟ مرة مقرمشة وطعمها لذيذ. حطيت المكسرات محضرة الطعام وطحنتها الطحن الخشن. هذه هي الدرجة اللي أنا بيها. الآن نبدأ نسوي القلاش. فردت ورق القلاش كامل ودهنته بالزبدة، وبعدين كرمشته بالطريقة هذه وحطيته بالصينية وكررت كل كمية القلاش بنفس الطريقة. بعد ما انتهيت دخلت القلاش للفرن مشغلته قبل الحرارة 180 من أسفل ومن أعلى. بعد ما طلع كسرته بالطريقة هذه وأضفت المكسرات وخلطتهم مع بعض، صارت طبقة القلاش ومكسرات جاهزة. الحين نسوي طبقة التشريبة. بقدر على النار حطيت 3 أكواب حليب سائل، نصف كوب سكر، نصف كوب كريمة الخفق، ملعقة صغيرة فانيليا، و250 ملي من القمر القشطة. تبونها ثقيلة زيدوا ملعقة كبيرة من نشا الذرة. أول ما تسخن قبل ما تغلي نسكر النار ونخليها على جنب. الحين نجيب صينية التقديم نحط فيها طبقة القلاش ومكسرات ونصب عليها التشريبة. أنا بالنسبة لي أحب يكون القوام وسط، ما أحبها ثقيلة ولا أحبها خفيفة. دخلتها الفرن من أسفل وأعلى لين تحمرت. وبعد ما طلعت من الفرن زينتها بالزبيب وجوز الهند وفستق الحلبي. لما حطيت في صحن التقديم زينتها بالكريمة المخفوقة ورشة من القرفة والفستق الحلبي. الوصفة هذه من ألذ وصفات أم علي اللي سويتها. ضروري ضروري تجربونها وارسلوا لي رأيكم. صحة وعافية وهنا عليكم جميعا.